زعبور حبيبي. خيانة يا حراس، خيانة. خلاص يا لمبي، بس يا لمبي. انت عبيط ولا بس يا لمبي بس. ده مين دول؟ ده ابني زعبور. أنهي واحد فيهم ده؟ ولدي الوحيد هو ده كله. وحشني يا ابويا، ابويا ما تخافش ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسه لا مش عايز أنا. ايه الحكايه؟ برضك تجري ورا الشهوة. حبيبي 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 هبا حبيبي 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 اللي في ايدك ده يا حبيبي. ده حصان انت حمار. ايوه انا عارفه ده حصان. ايوه انا حبيبي. اوريك لعبه حلوه؟ طبعا حلوه طبعا. حلوه شبهك بالظبط. تبقى حلوه؟ شبهك بالظبط. ماشي يلا وريني يا جمال يا جمال. هتوريني كده يا حبيب بابا. ده اسمه ايه؟ حصان. حسام. بص حيتين لفوق 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 لفوق. يا جمال. فين الحصان؟ حصان فين؟ حصان انت اكلته ولا ايه؟ انا بلعت الحصان. بلعت الحصان بتاعي؟ ابويا يلا برا. ابويا أبوك. الحصان يا ابويا. يلا. الحصان بس فين الحصان؟ يا ده شويه. فين الحصان؟ يا ده يا ابويا يا ده ابوك جوه عنده موقعة الجمل مش فاضي جوه. سيبك منه. فين الحصان؟ حسام يد في بطني بتاعي في بطنك. ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى. لا يا ابويا ام غلاستك ده انت غلس قوي ده يا ابويا. ابويا بس يا ابني. نعم. ايه يا لمبي؟ في ايه يا زعبور؟ انا الحصان بتاعي. ده مين ده؟ كان فني القصر ده ولا مين؟ لا ابويا مالك يا زعبور؟ كان الحصان في بطنه. لا والله حضرتك الحصان اهو. هو بس مش سوعي بحاجه تانية خالص. ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك سعادتك قلت لي. الحصان في بطنه ابويا. مش دون هو كان الحصان. والله هو ده المصحف. انا هجيب من حصينه تانية. انا مش معود ابني على الكذب. طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه. كذب ايه؟ ده متعود على الكبد اصلا مش كبد. كده بقول لك حضرتك ملوي الحصان اهو. اتأخرت قوي كده ليه يا قمر الدين؟ يا روح قلبي، اصل اللمبي بلع الحصان بتاع زعبور. ايوه يا ماما بلع الحصان. يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده اهو. حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبريالة وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليه الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان، لان هو اكتر من كده بقى بصراحه. يبقى انت بقى اللي اكلت الحصان. انا اللي اكلت الحصان. اكلت الحصان انا والله يا سعاده السمير. لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك. ايوه حاضر. انا كنت بهزر ده كله يا زعربور. انا كنت بهزر والله. الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو. خد يا حبيبي. حصاني انت عبيط.
الله ينعلموا الغلاسه اللي جايبينك. يلا يا منعم. لمبي، ايوه يا سعاده الباشا. انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدوله. شكلها ايه؟ متناثره الاحجام، فدي عايزه بوصله عشان تحددي الخلقه فين بتاعت الشاشه تعرفي تتكلمي معاها. وحشه يعني؟ وحشه منين؟ وحشه منين يا ست هانم؟ ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشه نفسها. دي تقدري تقولي رضعه من وحيد القرن. ها؟ فجأة في الجبل كده فأس عجل راح طالع حاجه وايه؟ وفاكر نفسها زغلوله، وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قلعه للامير قمر الدين وماشي عماله تدلعه يمين وشمال، وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع الموتوسيكل. مولاتي السلطانة شجرة الرز، لقد قتل الأمير قمر الدين خشاف يا مولاتي. الامير قمر الدين خشاف ايه؟ الأمير قمر الدين خشاف يا مولاتي. كل سنه وانت طيب. مين اللي قتل خشاف؟ مين اللي قتله؟ وكمان عامل لي مفاجأة انك قتلت قمر الدين. مين انا؟ يعني كتير. انت حبيبي وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ انا ما قتلتش قمر الدين ده. انت حبيبي ايوه وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. انا ما قتلتوش. انا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى تمرايه واحده، كنت صايم تقريبا. ايوه تعجبني. خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطه. قشطة. ايوه يا لك من داهية. امال ايه؟ مغوار. وعسل كمان. والنبي عسل، والنبي قشطه. انت عارفه انت جايبه اخر الحريم، خلي بالك وحط في ذهنك ان انت جايبه من اخر الحريم. بالك انت لو دخلت على اي بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا، مش هيجيب فيك خربوش عشان انت الزيرو وانا اموت في الزيرو. من 0 ل100 في 3 ثواني و10 من الدقيقه. يا أهل مصر المحروسة، راحت أيامكم المنحوسة. يا أهل مصر المحروسة، غدا الفرح والأفراح. غدا زواج الأميرة شجرة الرز على الأمير الليمبي عريس ابن المهروس، والحاضر يعلن الغايب. يا أهل مصر المحروسة، الليمبي عريس ابن المهروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكره فرح السلطانه شجره الرز على الامير الليمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين، كان زمانها ليلتك النهارده. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا اخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. لا ما الحي يبقى من المي، واللي بيروح بيجي غيره، ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على ايدين الليمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين. بيقول لك بكره فرح، يعني فته
وهوبر واللازم منه. في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بنك وانت بتتكلم في هنجر الفتة. ليه محسسني ان انتوا ما بتشوفوش حاجه؟ هو انا حارمكم من حاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح على سندوتشات كبده عند المملوك هو هل أعجبك العرس؟ قشطة؟ ده انت يا قشطه. بقول لك ايه؟ ابقى تكوني بتغيري من النسوان الرقصات. حتى وانا عارف. قشطة يا بابا. قشطه يا شجره. قشطه يا شجره. انا رجليا وجعتني قوي يا شجره، مش هينفع الكلام ده. انتظر حتى يتم تنصيبك. تنصيب ايه؟ دي تنصيبه سودة اللي انا فيها دي. انا رجليا دابت من الوقفه، والشمس عماله كل ما تنقح ازيد، كل ما ابعد عنك الشعب يطلع ريحه وعطم اجارك الله. كلب ميت واقف تحت. لم يحن الوقت بعد، انتظر دقائق. دقائق وبعدين اموت ولا اقعد على الكرسي؟ لمبي قشطة. قشطه قشطه، مع انها مش هتستحمل في العطانه اللي احنا فيها دي، هتسيح في لحظه. خلاص. هتموتوني ولا ايه؟ اركع. لا اركع ايه؟ حرام، الركوع لغير الله مذله. اركع يا لمبي. شجرة عيب الناس والرجالة كده والناس. اركع. حاضر. سامحنا يا رب والنبي، سامحنا يا رب. عاش سلطان البلاد! عاش سلطان البلاد! عاش السلطان اللمبي! عاش السلطان اللمبي! عاش السلطان اللمبي! عاش السلطان اللمبي! مبروك يا حبيبي وشريكي في العرش، مولاي اللمبي. الله يبارك فيكي، يا رب بحق جاه النبي يجعل عتبة خير علينا وفتحة زي الفل إن شاء الله، وتبقى أحسن من اللي قبلها بإذن الله. إن شاء الله. مش بشتري خير أنا، مش بشتري خير. ودلوقتي يا مولانا السلطان، نعم. هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصورة؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه دخل دمياط دون علمي؟
وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه، انا اللي هتكلم، فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده ايه؟ اصحي، مفيش حريم تتكلم هنا، وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا، اقعدي يا بنت، انا بقول لك اقعدي، اقعدي هنا، اقعدي. يا ايها الشعب العظيم العتيق، طبعا انتوا كنتوا عارفين ان امبارح كان ليله دخلتي وكلكم حضرتوا في قلب اسوان، وطبعا المفروض واحد زي هي في ليله الدخله يبقى ازازتين بيره متفلتين وقاعده وحجرين والصباحه وهي ترقص له وكده. يعني بقى ليله الدخله بقى وانتوا عارفين ان من رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سكرانه طينه ومريضه ومفيش، خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر ام الدنيا حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يقعدوا عليه وابرامه وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخدعش تاني. عاش السلطان الليمبي، عاش السلطان الليمبي، عاش السلطان الليمبي. وطول الليل رغم ذلك في ليله الدخله قعدت افكر ازاي انهي على خميس ال17. لويس. نعم؟ لويس. قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس ال17. لويس. يا عم هو كل شويه يغير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس. ايوه. قلت بقى لويس ده لازم نعمل له خطه ما تخربش البيه. لذلك فقد قررت ان الفرنساويين يدخلوا المنصوره زي ما دخلوا دمياط، نسيب لهم الايه؟ الساحه مفتوحه. هيخش على ايه؟ على بني غازي؟ المنصوره. هيخش على المنصوره. كويس، احنا هنفضله الشوارع ونفضله الحواري ونفضله البيوت بتاعتنا ونخش نسلمها له بيضه مقشره. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا خلاصي انا ما عنديش حريم تتكلم قدام الرجاله ولا ايه؟ ايه يا بنت؟ المسؤول موجود يطلعنا الوقت ورقه واحده وخلص. الله. وشعب المنصورة هيروح فين يا جناب السلطان؟ سؤال ذكي من واحد كلب زيك. احنا هنستناهم فوق الاسطح وهنطبخ لهم كمان. وهنطبخ لهم كمان؟ ايوه نطبخ لهم بقى ايه؟ زيت مغلي بالزعفران، ميه وسخه مغليه بالحبهان، حله جزم، شرابات ايد هون، اي حاجه، مواعين احذف من فوق. وفي نفس اللحظه الجيش المصري على اتصال بيه في سيناء وهيجي لنا مسافه السكه يخش يحرر المنصوره ويرد تاني عن طريق المحور في 4 ثواني و100 ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاش الجيش المصري، عاش الجيش المصري، عاش سلطان البلاد، عاش سلطان البلاد، عاش الجيش المصري، عاش الجيش المصري، عاش السلطان الليمبي، عاش السلطان الليمبي. زود لهم سكر وشاي عشان خاطر الدنيا تتظبط. ها؟ والآن أيها الشعب الكئيب العظيم، انصرفوا، انطلقوا، عيشوا في بلادكم بحرية، ولكن اللي هيغلط هطير رقبته، أما اللي مش هيغلط برضه هطير رقبته عشان يبقى عبرة لكل من يعتمر. هيا إلى العمل، انتشروا بقى يلا. بس يلا يا عم انت وهو. لا اله الا الله. يا عم انتوا طول عمركم هتفضلوا قاعدين كده؟ ايه الشعب الغلس ده؟ ما يلا انت وهو. يا عم يلا امشي انت وهو يا ولاد يلا انت وهو يلا بقى. يعني بعد ما قتلتلك قمر الدين تروحي تتجوزي اللي اسمه الليمبي ده؟ يا خساره يا تربال، كنت فاكراك ذكي. ده انا ببعد عنك الشبهات. انا اتجوزته وبعدين طلعت اشاعه ان هو اللي قتله، وبعدين يبقى يتسجن بقى ولا يتحرق، وابعد عنك الشكوك. شكوك ايه دي بس اللي انت عايزه تبعديها عني؟ وانت فاكره انك هتبعدي عني الشكوك دي بان الليمبي يبقى سلطان مصر؟ الليمبي يا مولاتي ده فضحنا في كل حته، ده مش عارف اي حاجه، ده بيقول لك لويس والخميس وبوليس وإدريس. مولاتي شجره الرز
ترضى على نفسيها انها تتهزق قدام شعبها ويقول لك اقعدي هنا ما تتكلميش؟ ها؟ والمأذون اللي جوزنا هيطلقنا؟ ازاي يا مولاتي؟ ازاي؟ يا طربال، انت عندك مشاكل كتير قوي. انت خرقت عين حمامه وماشي في كل حته يقول انت فين يا زينات، انت فين يا زينات، وعندك مشاكل مع التتار. انا ببعد عنك المشاكل، وبعدين انا هقول ان هو اللي قتل قمر الدين وخلاص بقى نلبسها لللمبي، وبعدين تبقى بعلي وسندي وشريكي في العرش. ومتى سيتم كشف زوج الخائن هذا اللمبي؟ كل شيء بميعاد يا طربال. قلبي سينفجر بحبك يا شجرة الرز. فلينتظر قلبك يا طربال. يبقى مين اللزوز؟ خادمك طربال يا مولاي. انهض وبلاش كروته، اعملها قبلك. دائما تسعون الى الحكم وانتم غير شرفاء، وتسعون اليه في كل زمان ومكان، وتستخدمون الدين ستاره لتداروا به على دناءتكم. يلا برا يا ده، اطلع برا يلا برا اجري لما على الجنوب بتاعت الحصان. امر مولاي. يلا هيا ولا تتلكع ايها الفساق. مولاي، ده احنا الاتنين عرش واحد، دقته عندي وعندك يا شجرة أحد. مولاي السلطان، إن قلبي يشتعل نارا بلهيب حنين، خذني في حنين يا سنين الحنين. هيا بنا نصعد إلى غرفتنا ونضرب رغفين سمين. سأذهب إلى الحرم لك يا مولاي. طب فوق طيب. قشطة. ايه؟ الفستان. الفستان. الفستان لا مؤاخذة. بفكرك عايزة فستان تلاقيه ونطلع نضرب سمين. ده ايه الهم والحكم القرف اللي الواحد قاعد فيه ده؟ حاجة قرف. سافولا عمنا ما بيدوك كام هنا؟ ادوك ايه مدالين؟ بس يعني انا اهو اديني قاعد زيك اهو. ايه اللي حصل؟ قال لك الحكم وادينا قعدنا في الكرسي اهو. قاعدين بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. قاعد عاطل ديكرومي يا اهل مصر الطيبين، التتار جايين، التتار جايين يا مصريين، التتار جايين، التتار جايين يا مصريين. اللهم حذرت، اللهم فشل، اللهم فشل. التتار جايين، التتار خلي بالكم. الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين، الحرب يا مصريين. بعدين في العطل اللي الواحد فيها دي بقول لك الحكام بيتعبوا وبيعملوا، ما هم قاعدين على الكراسي اهو ولا في اي حاجه خالص. مش اي مصلحه كده، احنا عطلانين على الفاضي. مولاي السلطان اللمبي، واحد من الدهماء عايز يقابلك يا مولاي. اذا اذهب يقعد كلب ودخلوه. ايه ده؟ نينجا ولا ايه؟ مين انت؟ نينجا؟ ازيك يا لمبي؟ من انت؟ الله يا عم مين انت؟ عملت لي دي كده كاني تحتيها عمر المختار. مين انت؟ مش عارفني؟ مش واخد بالي. انا جدك هريسه. جد هريسه؟ اقعد مكانك. انت ايه في مرض معدي عندك ولا حاجه ولا ايه؟ في ده
يموتوني وابقى كبش فدا؟ ده مين دول اللي هيكوشوني ويبقى فحشنا ده؟ شجرة الرز وتربال. شجرة الرز وتربال. كده انت بقى قلت لي. طب وبعدين هعمل ايه؟ كده اللعب بقى على المكشوف اجد واريسه. لازم تشوف لك حل في اللي هيحصل. انا منك وعليك، وكده كده ايوه هتعرف طريق الكنز مادام ظهرت لي، ويبقى اجلي قرب. المخطوط بيقول كده. بس انت واخد البلد ورايح على فين؟ ايه اللي واخد البلد ورايح على فين؟ لا ده انا بتكتك تكتكه للبلد رايح على فين؟ ايه اللي رايح على فين؟ ما تخافش، بس هي هتبقى حلوه ان شاء الله، ما تقلقش. اهم حاجه بس عايزين نخلع من هنا والكنز وكده يعني. لمبي ما قدامناش وقت. فعلا احنا فعلا ما قدامناش وقت، ولازم نتصرف باقصى سرعه جدا ان احنا ناخد يومين اجازه نفكر فيهم. يومين ايه؟ 3 ولا ايه؟ ولا 3. ليه وانا هتعدم ولا ايه؟ اديك قلتها بعظمة لسانك. اسمع يا لمبي. ايوه. إيه انت بتتكرع ولا ايه؟ لا بقى من ظهري. ما انا ظهرك ما انا شايفه، انت هتعمل اللي فيها يا بلطجي. كمل ها. في بنت هنا من الجواري ايوه بيقولوا انها الوريثة الشرعية لحكم البلاد. ايه ده وقفت كده ليه؟ يعني وقفة المفاجأة زي الحركة بتاعتك دي. اقعد عشان اكمل. هي الوريثة الشعرية اللي هنا؟ هي الوريثة الشرعية. ايوه. إشاعة سمعتها من سنين، وبيقولوا إن البنت دي من أصل هريسي. إيه وقفت كده ليه؟ بس عرفتها أنا بقى دي. أنت عارف دي مين بقى؟ بنت كانت رقاصة عمالة ترقص، وكنت عمالة أنا أقول لها إيه؟ يا بنت دي إيه؟ دبانة ولا دبور اللي في كتفك دي؟ يبقى هي دي بقى عم هريسة. أيوه. دي بقى هتعمل إيه بقى البنت دي مالها؟ البنت دي لو حكمت هيبقى إنقاذ حياتك في إيديها. البنت دي لو حمكت هتبقى انقذت. طب والانسه الاميره شجره الرز دي هعمل فيها ايه؟ احشيها في صباع محشي واظبطها ولا اعمل ايه؟ شجره رز ايه؟ وانت ما بتفهمش اي حاجه؟ بقول لك البنت دي لو حكمت البلاد هيبقى براءتك في ايديها. ايوه. يعني ايه الكلام ده؟ انت كل ده وما فهمتنيش؟ ليه والنبي؟ يعني هي البنت دي لو حكمت البلاد هطلعنا انا براءة. ايوه. خلاص يبقى انت بقى ظبط بقى بيني وبينها ومقابله كده وفي السكرت، ها؟ ونقعد وناخد وندي مع بعض في الكلام في الحلاوه عشان نظبط بقى الاول. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع. ايوه. اسمع. ايوه ما هو انا سامع اهو. اسمع يا عم ما خلاص هو اسمع. اسمع ما تقول اسمع لما اقول لك قول لي. اسمعني كويس. ليه اتفضل. انا حركت مقابله بينك وبين البنت دي. خلاص على خيرة الله. يبقى كده اركان العمليه كلها اكتملت، ولازم يكون في سريه تامه، وانا اطلع على طول واروح نبلغ شجره الرز باللي حصل عشان انا الكاسوس بتاعها. ولا ايه؟ سمعت اخر الاخبار يا امير طربال؟ وهي الاخبار في المحروسه بتخلص؟ ده كل يوم يطلع خبر. قال ايه؟ يقول لك ده اخر خبر. طب ما تقول لنا بقى يا سي هضبه ايه اخر خبر سمعته؟ سمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي ناوي يتغدى بسموك قبل سموك ما تتعشى بيه. بالهنا والشفا. ده كل المحروسه عارفه. وهو بقى ده اخر خبر؟ ده انت اللي اخر واحد سمعته. وسمعت ايه كمان؟ وسمعت يا سمو الامير ان السلطان الليمبي بيجتمع برجالته في السر لغايه اللحظه المناسبه يخلصوا عليك انت ورجالتك علشان يخلالهم الجو. الله! وانت عرفت ازاي بقى اذا كنت بتقول ان هم بيتقابلوا في السر؟ بس ياض يا انت، ده انا المملوك هضبه والاجر على الله. انا اصلي ليا واحد صاحبي مهم جدا بيشتغل في قصر الليمبي. بيشتغل ايه في القصر؟ في المطبخ. اهو انت كده جبت المفيد. انا بقى عايز اعرف كل اللي بيتقال، وانتوا طبعا رجالتي وحبايب. بس خد بالك يا سمو الامير، الليمبي ده تعبان. حتى لو كان تعبان اقطع له راسه، وطبعا بمساعدة رجالتي وحبايب. احنا خدامينك يا سمو الامير، خدامينك.
لو عايزنا نقطع لك راس ونقطعها لك ونسلخ لك جلده كمان. مسألة السلخ دي سيبوها عليا أنا هعرف إزاي أكسر سمه وأخليه عبرة لأي تعبان يفكر يقرب من قصر الأمير طربال. اتفضلوا امشوا انتوا دلوقتي، بس كل واحد فيكم يمشي في طريق غير التاني. مفهوم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله شكرا وبركاته. طردنا صح؟ طيب يا نجم، هتروح مني فين؟ سلاف، جيت في وقتك، كنت لسه بفكر فيك. القلوب عند بعضها يا أمير طربال. طول عمرك ساخي يا امير. اتحرك معايا بسرعة، أنا عندي أوامر بقتلك. كده يا سلاف، ما كانش العشم، لكن العيب مش فيك، العيب فيا أنا. طربال طلع حمار. اتحرك يلا يلا. عارف الوقفة دي كانت عايزة سجارتين كده على النص كده، بتفكرني بالسيد زينب. اذهب أنت وقت لي بكأس من السلاحف والخنافيس. عمر مولاي. أقول لك الدبانة اللي في كتفك دي الدبانة صح؟ طب بص بقى المفاجأة، أنا هوريكي حاجة عشان تعرفي إن إحنا الاتنين من دم واحد. بصي. انت مين؟ طب يلا اطلعي الوقت عشان في حد بيراقبنا الظهر، يلا اطلعي، في حد بيراقبنا. مفيش حد بيراقبنا. في كواسيس هنا. مفيش جواسيس، انا اللي بقول لك. انت مين؟ اتكلمي تاني كده؟ انت مين؟ هو انت اللي بتتكلمي ولا؟ ايوه. لا والنبي. بس انا عرفتك. ايه ده؟ انت محروس. محروس؟ انت محروس. يا ست محروس مين؟ انا الليمبي. لمبي؟ ايوه. مش مهم لمبي او محروس، المهم الدبانه على كتفك. بقول لك ايه، عايز اسالك سؤال. هو انت الامير الزينات حكمه العرش اللي هتقعد المفروض على العرش بتاع مصر؟ ايوه انا زينات الوريثه الشرعيه. لا والنبي. ايوه. وايه اللي بيحصل ده؟ فرحانه يا محروس. يا ست محروس مين؟ قلت لك انا الليمبي. لمبي. الله يخرب بيت ام محروس. طب يعني ازاي يعني ابقى متاكد ان انت فعلا هتبقى قاعده على العرش؟ الدبانه بتقول كده. لا والنبي. هي الدبانه دي بتتكلم؟ هو في دبانه بتتكلم؟ انت عبيط. انا برضك اللي عبيط. ايوه. المهم هنعمل ايه دلوقتي عشان ابقى ملكه مصر؟ يا حظك يا مصر، يا حظك الاسود يا مصر، والشعب اللي بيتبهدل كل شويه. بقول لك يا اميره زينات، انا من رايي كده تعيشي مع الجردل والمكنسه فوق وتلعبي مع الجواري، ها، وتعيشي حياتك وتربي باسمتك بقى كده. الشعب مش محتاج بهدله تانيه اكتر من كده. لا مستحيل، انا لازم انقذ الشعب من الظلم والاستبداد. كفايه انهم خلقوا عين حمامه. يا حبيبي يا حمامه. انت يا بنت عندك كهرباء زياده ولا عبيطه؟ انت ايه؟ بس اهدي، هجيب لك بطاطس وهجيب لك طعميه وكل حاجه ولحمه وكل حاجه، خلاص؟ ماشي؟ بس اهدي شويه. دلوقتي انا هساعدك عشان خاطر تمسك العرش، والله يكون في عون العرش اللي هتمسكيه ده. بس امانه عليكي تطلعي لي براءه، لان هم مورطيني في جريمه كده، طربال وشجره الرز، وانا ماليش في الكلام ده. انا جاي بالمفتاح افتح الباب واخش اخد الكنز بتاعي واشوف السر اللي عند عم هريسه ده واخد بعض وامشي على السيده زينب. انا تعبت، عايز امشي يا سياده الملكه الاميره. ماشي يا حبيبي ما تزعلش، اتفقنا. على فكره انت لذيذ. حسب البلكونه. يا ترى مين اللي هيمسك العشر بعدها؟